سلام سلام. اليوم غادي نشوفوا اللوبيا باللحم الراس من ألذ الأطباق المغربية. ما يمكنش ما تشهاوهاش لانها لذيذه لذيذه لذيذه. اجيو معايا الطريقه. اللحيمه غادي نغسلوها بيان سور، نحيدو منها كاع الزغيبات اللي كيكونوا لاصقين. ناخذ واحد البصله، واحد 3 المطيشات صغار ولا جوج كبار، معلقه ديال القزبر حبوب، نص معلقه ديال السودانيه، كمون، سكينجبير، تحميره والخرقوم. واحد شويه ديال القرفه، يعني عود ديال القرفه فاكولتاتيف اللي بغيتو نتوما. غادي ديروا تقريبا واحد 6 ديال الريوس ديال الثومه، وغادي ديروا الكزبره والمعدنوس 3 المعالق كبار، واحد نص كاس ديال العنبه ديال الزيت الروميه، اولا تقدروا تخلطوها مع الزيت البلديه كذلك. هنايا كنديروها تشحر مزيان ديك اللحيمه، حتى تشحر بحال التشحر ديال اللحم ديالنا العادي. تشحر مزيان ديك البصيله تذوب شويه، ومن بعد نزيدو عليها 2 لتر ديال الماء. 2 لتر ديال الماء لان هي كتاخذ طياب، وعاد مازال غنرميو اللوبيا، دونك خاصنا نخليو الماء سوفيزون بلا ما نبقاو نزيدو الماء في وقيته ديال الطياب. لحم الراس خدا ليا تقريبا ساعه الا ربع ديال الطياب، الا ماشي ساعه قل قسمين تقريبا. وزدت معاها فاش زدت اللوبيا زدتو مازال ثلث ساعه الى نص ساعه على حسب اللوبيا ديالكم. كتزيدوا معلقه ديال مطيشه الحك، ومن بعد كتحلو كتلقاوها طابت ليكم فاش دوز يعني ديك 20 دقيقه اولا 30 على حسب اللوبيا واش طيابه ولا لا. هنا اللي بغى هذه اللوبيا ديالو كيكون فيها لاصوص زايد شويه، راه كيهزها باقي فيها لاصوص. واللي بغاها شويه عقده غادي نوريها لكم في التالي. هنايا غادي تشوفوا معايا بيان سور درت فيها شويه ديال السودانيه، هذيك فاكولتاتيف، اللي بغى يدير الحراره كيديروا، اللي ما بغاش راه ما كيديروش. هاد الميها هي اللي كيموت عليها كلشي، بعدا وليداتي كنعطيها عليهم هكاك. هي هنايا بحال اللي قلت لكم، هنايا حاولت نشفها شويه. كاين الناس اللي ما تيبغيوش تكون ميها بزاف، ولكن المهم انا من محبين ديال ديك المي هاد اللوبيا. اللي شاطرني الراي يكتبها لي في الكومونتير. تبعوا الطريقه ديالي، راه بنينه لذيذه، فماشي الطريقه ديالي، هي الطريقه ديال مواتنا المغربيات كاملين. نتمنى تعجبكم، ولايك لايك لايك.